بكم وبأبونا شمعون، اللي دانيال شمعون اللي حيعلمنا قواعد اللغة الأشورية المعاصرة. فكرة أبونا عايز جواب منك. واحد قال شو حاجتنا نتعلم لغة اندثرت ما حد بيتكلمها؟ أنا قلت له هناك 1.5 مليون أشوري بيتكلموها في بيوتهم ليل نهار. صح. وكنت حبيت أسألك هذه الأرقام ربما أكثر، وقلت له على كل حال هي لغة مهمة علشان تفهم النص القرآني بذاته. أيوة. يعني وهذا جزء من حضارتنا. هلا كم عدد الأشوريين يتكلموا أشوري أبونا؟ مثل ما قلت تقريبا 1.5 مليون بالعالم كله أشوريين يتكلموا هاللغة، لو بين اللهجات المختلفة لها، سواء الكلدانية أو الآشورية أو السريانية أو الآرامية، نسميها طبعا أكثر من 1.5 مليون أكيد، لكن هي نفس اللغة هذه اللي هي لها مثل اللهجات العربية. يعني مثل ما قلت بين السويدي والنرويجي تقريبا هيك الاختلاف. يعني مثلا مثل اللهجات العربية مثلا هي أقرب من اللهجات. مثلا اللهجة مثل ما حكينا الجزائرية واللهجة العراقية ما يفهمون على بعضهم، يعني ما يفهمون كثير، يعني بالمية، يعني نسبة كبيرة من الكلمات مختلفة. يعني مثلا عندنا بين الكردي، حتى الكردي عنده 3 لهجات رئيسية، يعني السوراني والبهدناني والكرمنجي. كثير. أنا أتذكر عندي صديق كان مدرس كردي في قريته في منطقة، جاء عندي إلى دهوك، هي كان في منطقة أربيل هناك، هي اللهجة السورانية على الأكثر. كان جاء عندي زيارة، كان هم طالبي كان لما صغار كان المهم جاء بقى عندي، نزل للسوق، جاء قال لي هاي شلون أكراد مالكم شلون يتكلمون؟ قلت له ليش؟ انت مدرس كردي تعرف كردي تمام. قال هاي غير كردي هذول يتكلمون. كان تعجب انه قال في كلمات ما كنت افهمها انا كان. فهيك موجودة هذه في كل الشعوب، شعوب كلها موجودة. شنو هو الأستاذ؟ أنا دائما أقول أن هل جدالات موجودة عندنا مستمرة بلا انقطاع بيناتنا. شو اللي يخلي لهجة هي اللي تعم؟ وهي الحكومة، لازم دولة تكون دولة. نحن ما عندنا دولة، ولا دولة ما ساندتنا فيها تقريبا 2000 سنة أكثر. مع ذلك حافظنا على لغتنا. كثير من الناس الفاهمين باللغة وبالتاريخ يقول هذه من أحدى المعجزات، أنه هذا الشعب هذا الذي كان جميع الشعوب اللي حوالي ضده يضطهد دائما، وما في حكومة، ما في دولة، ما في سلطة، ما في قوة تسانده، وقدر أنه رغم كل هذه يحافظ على لغته، على تراثه وعلى ثقافته. هاي شيء غريب، هذا شيء عظيم. ما سهل. انت هيك قل ما سهل. صحيح. على كل أبونا فرجينا شو بخرجك. نعم. يلا. نعم أشاركك طبعا، نشارككم هذه في الطريقة هذه. أيوة أوكي. الآن ما أعرف ظهر خلينا ظهر كويس. أنزل شوية. أيوة. أنا أتعجب ليش ما ينزل أكثر، هذا ما أعرف شو مسألته هذا. أيوة. فهون مليح هيك. بس ينزل أكثر. حط برويو. حط برويو أيوة خلي أصغر شوية. طلع من الشاشة. أوكي. هيك مليح. هيك أعمله. هيك منيح. هيك زين. واحنا اتفقنا هلا صغروا شوية، صغر الشاشة لأنه لما بتعمل برويون بيكبر شوية. يلا. صحيح. أيوة وهيك. ومثل ما اتفقنا آخر مرة تشوف لنا العمود اليمين فقط، مو ضرورة الباقي، وتقرأ لنا الكلمة الأشورية والمقابل العربي لها. نعم. حتى أنا طبعا لما أنت يعني خلتني على يعني اقترحت علي هالشيء هذا، نقول المعنى بالعربي، المعنى أقل هو معنى جذر، لأن بقية ما راح يكون يفهم، بس الجذر هذا. فأنا كنت قبل أكتبه بجنبه هون، شوف. أيوة. عملته هيك، عملته عمود آخر
حلو. أن أكفي الصفحة عمود آخر أكتب فيه المعنى بالعربي. ممتاز. يكون أحسن، يعني يكون أوضح، يكون أحلى. هيك فهون ممتاز. عملت الشيء هذا. ونحن كان وصلنا إلى نقطة معينة فين أنا كنا في كان علمتها، بس لأنه اليوم لما كملت كنا في واحد يضعف بعد يضعف أظن. صح. حلو، صح بالضبط يعني مثل هيك. بجوز كمان أيوة، هذه أخذناها. ذكر زاقب زارز يعد يزرع يشرق يخبط يخلط يزدحم. هذه أيوة. يحوي أظن هون كنا في هالمنطقة. أيوة هيك. طيب أنا أيوة. أتركك إذن وكمل. أيوة. على بركة الله أبونا. نعم. يلا. فأنا أقول للمشاهدين الكرام أنه راح نكمل الشيء اللي وصلنا إلى في الحلقة السابقة، وكنا طبعا في فصل 12 من كتابي، والذي يدور حول الأفعال المختلفة في اللغة الآشورية. نظمتها في ألواح أو جداول حسب نوع الفعل، سواء كان ثلاثي أو رباعي، وسواء كان سالم أو كان معتل أو كان شاذ أو كان ناقص، على جداول مختلفة. فنحن كنا في الجدول الأول الذي يحوي الأفعال الثلاثية السالمة. أوكي، فكنا مشينا فيه إلى نقطة معينة، أظن راح أكمل اليوم. كنا في هالمنطقة هذه، وصلنا إلى هذا الخاوش. هذا فعل خاء باء هي ملينة تصير تلفظ واو وشين. خاوش يحوي. خاجل هذه جي، هذه جي. خاجل يخجل، بالعربي يخجل خجل يخجل. أو أيوة. وفي هناك كلمة أخرى يجفل. في هنا شيء هيك يستعمل بالعربي. عندكم يجفل، جفلة؟ لا ما عندنا. العراق، بالعراق نستعمل يجفل، يعني هيك واحد يرتعد، يعني هيك يفزع. أوكي. خادم هي بالعربي مأخوذة، يخدم، نفس الشيء. خاضر يجول أو يتجول، خاضر. خاور، طبعا هذه يمكن أحد يسأل عنها، شو الآخر هذا اللي أنا ما. هذا طبعا هو الفعل اللي شو يسميه، المتعدي بتاعه. يعني إذا كان الفعل لازم فممكن متعدي بتاعه. يعني خاضر يجول مثلا، مخضر يجول، يعني يأخذه في جولة، يجول. هنا خاور يعني يبيض. مخور يبيض، فقط حتى الفكرة تتوضع عند السامع. أوكي. في بعض الأفعال، مو كل الأفعال ما عندها الصيغة الثانية. خازق يسافر، خازق يسافر. خاطب يخطف، بالعربي نفس الشيء. في كثير من الأفعال تشبه العربي. خاطر يجلد، خاطر يجلد بالجلد، انه هذا خاطوره هو المضرب فيجلد او يضرب. ايوه. خالو يحلب، خالو بالباء هي، ولكن الباء اللي تحت نقطة كبيرة اللي تتلين وتلفظ واو. خالو يحلب. خالط خاء لام طاء يخلط، بالضبط مثل العربي. خالم خاء لام ميم. ممكن حالا واحد يقول عربي إذن يحلم، لا مو يحلم، يتعافى. هاي أصلها آرامي، يعني كاتب ألا بريش يعني معنى آرامي. خالم يتعافى. خليمة هو متعافي. لما نحن كثير نستعملها دائما لما نطلب الصحة للآخر، نقول لها يولو خيلة وخلمانة.
الله يعطيك الصحة والعافية. خلمانة هي عافية، خلمانة من خالم يتعافى. خالب خالام بي يتغير. خالب. مخلب هو الكاوزة مال المسبب، يعني يجعله يتغير، يغيره. المهم خالص. خالص ممكن حالا واحد عربي اللي ما يعرف هذه يقول يعني خالص يعني يخلص، يخلص. خالص لا، يخلص مو يخلص إنما يعصر. خالص خلص لي يعني عصره. خالص. خامل خاء ميم لام يتمتع. خامل. خلمانة هي التمتع. فعندنا لما عندنا حتى نوع من الملابس التقليدية الفولكلورية بتاعنا سواء للرجال أو النساء، يقول نسميها ملابس التمتع. يعني لما يروحوا الحفل واحتفال للونسة ولهذه للعرس وغيرها، فخملانة جاية من الخامل يتمتع، خملانة تمتع. خامئ. خامئ خاء ميم عين. خامئ يختمر. يختمر. في هناك هذه الآية القرآنية وأن الشمس تغرب في عين خمئة. هاي خامئ ما أعرف يمكن هون. أيوة. خامص خاء ميم صاد يحمض. يحمض يصير حامض. خامق. خامق هاي خامق أيضا خامئة خمئة. خامق ينتن. ينتن يفسد، ينتن يجي رائحته تجي شيء يكون طين كان أو كان اللحم أو غيره. خانط. خانط هاي أرامي ومثل عربي يحنط أو يحنط. تحنيط هذا بتاع المصريين يعني تكفين الموتى. خانب هاي الكلمة اللي فيها مشكلة كانت. خانب هي آرامية أصلا، يعني يكفر أو يصير حنيف. فحنيف بالقرآن حنيف تعتبر أنه على أساس هي يعني صحيح، الدين الصحيح، لكن خانب هو يعني كافر وثني، يصير وثني. فحتى أنا سمعت إحدى التفاسير مؤخرا، أنا أتذكر منين، بأنه معناه لا تجعلني حنيفا إنما اجعلني مؤمنا. لا تجعلني حنيفا ولا مشركا. اجعلني حنيفا ولا مشركا، ما أعرف شيء من هالقبيل. يعني عكس المعنى. عكس المعنى. حنيف فمعناه خانب يكفر أو يتوثن، يصير وثني. خانق يخنق بالعرف العربي. خانق يخنق. خاسخ. شوف بالخاء والسين والكاف الملينة. خاسخ يذخر. يذخر أو يوفر أو اليوم يقول يقتصد. أيوة خاسخ. حتى في مثل قديم يمكن من حقار الحكيم، خسخ بجوان قوتخ تلاسنقت بسيبوتخ. يعني وفر أو ادخر في شبابك كي لا تحتاج في شيخوختك. يعني الذخر شبابك من أجل شيخوختك، الذخر فلوس، الذخر شيء. أيوة. خاسل يفطم بالعربي. الطفل لما يفطموه خسله كم خاسله. خاسل. أوه. خاسم ميم خاسين ميم يحسد. خاسم يحسد. خاسن خاسنون رامي أيضا يحصن. شوف تشبه، فقط أنه بالعربي الصاد هي بالأشوري بالسين هي. خاسن يحسن. حصن يحسن. منها يجي حصن، خسنا حصن. القلعة المحصونة محصنة. خاسر بالضبط مثل العربي يخسر وخاسر، نفس الحروف تقريبا. خاء سين راء. خابق. خابق خاء بي قاف
يحضن خافق. خابر خابراء يحفر، بدل خافر خابر يحفر. خاقر خافراء يمدح، خاقر يمدح، مدح يمدح. خارو وهي باء، خارب ملينة يخرب. خارج هي عربية، كاتب أني نون خاء نخرايا، يعني أجنبي، يعني غير آشوري، هي من عربية ماخذيها. يصرف، خارج يخرج، يعني يخرج فلوس. من احنا بالعراقي على يصرف يقول يخرج، قد يخرج هذا يعني قد يصرف. أيوة. خارز خارزاء ينضد أو يرتب، ينضد شيء بعد ورا شيء. مثلا الخرزات هي مأخوذة منها خرزلة، يعني نضد، صف، يصف الأشياء واحدة وراء أخرى. أيوة. خارط نفسه مثل العربي يخرط، خرط يخرط. خارخ خاراء كاف ملينة، خارخ يشوط اللحم، يشوطه. لما تجي رائحة اللحم كأنه احترق شوية، هذه هي خرخلة. حتى الشعر، رائحة الشعر عندما يحترق عنده رائحة خاصة، هاي نسميها يشوط، خرخلة بصرة أو خرخلة كوسة، يعني الشعر خرخ، يعني شوطة، تشوطة. أوكي. خارم مثل العربي يحرم، خارم يحرم، أو مخرم يحرم. خارب خارباء يحد، حد السكين، حد الخنجر، حد السيف. خارب خرابة يحد. خارق خاء قاف يغرق، بالعربي غاء، بالآشوري خاء، يغرق خارق. خاشو خاشين باء ملينة، خاشو يظن يحسب، حتى يحسب تجي يحسب خاشو. خاشخ خاشين خاء. أبونا هاي حاشر هذا هو مثل حسب، يحسب. بالضبط، يظن ويحسب أيضا، يحسب أيضا. أيوة. بس يحسب، شوف، مو يحسب الأعداد، مو يحسب الأعداد، وإنما يحسب الأفكار، يحسب هذه، يعني حتى ظن أو حسب أنه هيك هي، ولكن مو هيك. فلذلك حتى اليوم في كثيرين الذين يريدون أن يترجموا الكمبيوتر فيسموه خاشوة، مثل العربي حاسوب، قسم يقولون حاسوب للكمبيوتر. فحتى بالآشوريين خاشوة، حاسب يحسب. جيم صارت هذه حاء، يحسب. في القرآن بيقول في آية تقول أتحسبون أن خلقناكم عبثا. أيوة، هي بالضبط، هي يظن يعني أتظنون، بالضبط، خاشو، خاشو بالضبط هذه. أيوة، شكرا. خاشخ خاشين خاء يستحق أو يتلائم مع. خشي خيلة كل دانا شكارة لها، يعني يستحق أن نشكر الله في كل حين. حتى في عندنا صلاة هيك. أوكي. أو يستحق فلان أن يمدح، يستحق فلان أن يكافئ. خيل خاشخ. خاشك بالكاف، خاشين كاف، يعتم يظلم، يعتم. أيوة، يدلهم. خاشل خاشين لام، يطرق طرقة. قبل كان يطرقون الأمور، يطرقوها، كان الصناعة أكثرها كان بالطرق، بالضرب على الحديد، يطرقوا على الحديد الحار، يضرب على الحديد الحار. خاشل.
حتى الحنطة يطرقوها كان يخشلوها، هذه خاشل. خاتم مثل العربي يختموا، ولكن هي ما جاية من العربي، جاية من الأرامي أيضا. ختامة خاتم بالعرامي أيضا، عرامية أصلية يعني. أوكي. خاتر، خاتر، خاتر بأرامية يتعجرف، تعجرف، يتعجرف، حتى نفس الشيء أيوة بالمضارع حتى يكون معنى الحقيقي. أوكي. خاتر، اختار، اختيرة. الاختيرة في عندنا في الإنجيل: وأنزل من مريم العذراء تنشد نشيدها المشهور عندما زارت نسيبتها إليصابات: ونزل المتعجرفين عن الكراسي ورفع المتواضعين. بالنسبة لله تقول يعني اختيرة، اختيرة، متعجرف، متكبر. طاوع أو طابع، عفوا طابع غير ملينة. فالعين نحن مثل ما قالت كثير مرات نحن ما نلفظها بصورة كاملة. طابع، نقول طابع، يغطس، يغطس في الماء، يغطس حتى يغرق، وممكن نستعملها لنا. أما طاوع، باء، هي باء ملينة وعين، فتعني يطبع، يطبع، طبع، يطبع، طباعة. طاوع، طابع، طابع يغطس، طاوع يطبع. طاخن، طاء خاء نون، يطحن. مثل بالعربي شوف الخاء الحين صارت خاء، طاخن. اوكي. طالب هي أجنبية، نون خاء كاتب أنا نخريتها يعني نخراية يعني أجنبي، غريبة، هي عربية. يطلب بالضبط، طالب يطلب. طالم، طالم، طالم هي أرامية يعني يظلم، ظلم، يظلم، ظلم، الظلم. طالم. طلمية، الظلم طلمية، وطالم يظلم، طلمية ظلم. طامر، طامر، طاء ميم راء يعني يدفن. يمكن بالعربي أيضا يطمر موجودة، ما أعرف يمكن يستعملوها، نحن بالعراق يطمر نستعملها. طمر، طمر هو يعني أيوة، أيوة. أصل يدفن بالعربي طامر. أيوة. أيوة. طامش، يطمس. شوف شين صارت سين بالعربي. طامش يطمس، يطمس شيء، يطمسه معالمه يطمسها. إيه. ولما يطمس إنسان إيده في الدهن أو شيء. إيه. أيوة. بالعراق عندنا مثلا عندما واحد يكون كثير مترف هيك ومتمتع وهذا يقول ليش لا ايدك بالدهن، ايدك بالدهن يعني انت ايدك طعم بالدهن يعني. اوكي. طائم، طائم يذوق. بالعربي يمكن ايضا يطعم، بس يطعم بالعربي يعني ياكل. طائم يذوق. بالقرآن لها المعنيين. شفت بالقرآن مستعمل ايضا طاعم ايضا. طاعم. طاعن، طاعن يحمل، طاعن. فطعنة هو حمل، طاعن، طعن. في حين يطعنه بالعربي شيء آخر، يطعنه يعني يضربه بالله. أيوه. طائس، طائس، طائس يوخز، يوخزه، يغمزه، يغمز، يا لا يوغز، يوغز. من يغز، يغز الحيوان بالأبرة. يوخز، وخز، وخز، يخز، يخز أو يوخز ما أعرف. يوخز. طابس، طابس يا أرامية يطفس. طافس، لا يا عفوا مو بالأرامي غير معنى. طابس يطفس يعني طفس من شيء، من حرارة، صار كثير رطوبة، من كل مكان يكون رطب، وهذا يقول اوف طفسنا، طفسنا. حتى بالعراقي يستعمل عربي عراقي طفسنا، يطفس، يطفس من الحر والحرارة والرطوبة الزائدة. طارد يطرد مثل العربي بالضبط. طارب، طا را با بي مو باء بي. يخفق، يخفق، طارب. وطارس، طار صاد
طيت ريش صادي طاء راء صاد يسمن طارس يسمن يصير سمين يصير شو يسموه ثخين بالمصري يثخن ثخين. نحن سمين نقول له سمين هذا ايش قد سمين بالمصري يقول ثخين. ايوه ثخين. كاوش كاف باء الملينة شين كاوش يلج كاوش يلج يدخل يلج. كاخل أرامية أيضا كاخل يكحل من الكحل كاخل كاحل يكحل. كاتشخ شوف هاي المادة المتموجة حطيتها فوق موجة حتى لا تعيق الحركة اللي تحتها. كاتشخ كاف شي خاء يتعب كاتشخ يتعب كتشخة تعب. شالج شوف هنا الكاف تحتها المادة صارت شي واللام هي والجمع الجي صارت جي لأن حطينا تحتها هذه أيضا المادة المتموجة. شالج شالج طبعا مو أصلي أصل أشوري أصلية إنما مأخوذة يمكن من الفارسي ما أعرف. يخطف أيضا خاطب يخطف خاطب أصلية. شالج أيضا يخطف. طالب شوف طاء طي صارت نلفظها طي ولو ما في طي باللغة الأشورية ولكن قلت لك أنه حطينا هالمادة المتوجة تحت صارت شيء. طالب طالب لا بي يشق يشق. بعدين عندنا طامج طامج شاء ميم شاء طامج يذبل. في عندنا كلمة أخرى أصلية لهذه يذبل كرمش هي فهناك طامج أيضا نستعملها كثير. كامل كامل يكمل كامل مثل العربي. كامن كامن مثل العربي والأرامية هي يكمن كمن يكمن أو رصد أو كمن يعني عمل كمين. نعم 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 واضح. أيوة. جامع جامع جا شا كاف صارت شيء لأن حطينا تحت هذه. جامع ينطفئ جميلة انطفأت جميلة. نورة جميلة النار انطفأت. كانش مثل العربي يكنس يكنس حتى يجمع تجي بمعنى لهذا تجي منها كنشتا نسميها يعني الكنيسة كنشتا المعبد اليهودي السيناغوج كنشتا نسميها كانش. أما الكنيسة طبعا ما نسميها نحن كنشتا كانش ولو بنفس المعنى تعطي لكن عندنا مثل ما حكينا مرة عندنا غير هذه كنيسة هي عيتا عيتا مو كنشتا يعني جماعة. أما البناء الكنيسة فنسميها بناء عمرة أيوة فقلنا غير شيء. كاسخ كاف سين خاء كاسخ يكسح يكسح شيء يكسح حتى الأشجار لما نكسحها أو نقلمها تقليم أيضا يقلم بالعربي ماكو يقلم يقلم أيضا كاسخ كسائي. كابل احنا ابونا ما بنقول يكسحوا. ايوه يقلموا ايوه يكسحوا ما حد يفهم عندنا. ايوه خلينا يقلم يقلموا. كابل يكفل مثل العربية أو الآرامية الأصل. كابل يكفل. كابن كاف با نون يجوع يجوع كبن نجاعة. كابر يكفر بالضبط مثل العربي كابر كفر كابر يكفر. مكبر يكفر طبعا. كابر اوكي يكفر مكبر. كابش كابش كاف بي
شين يجمع أيضا، مثل كانش، كاتش، كجامع. أوكي. كارب يغضب. بالعربي كرب هو يمكن حزن شديد، ولكن بالآشوري كارب يغضب، كرب لغضبه. كارخ، كاف راء كاف ملينة، مو خاء، كاف ملينة. يطوف، كارخ يطوف، يدور حوله، يطوف. أما تشارخ إذا ما هذه كاف الأولى تصير تشي، تشارخ فأجنبية أيضا، يمكن من التركي. تشارخ يتسلق أو حتى يدور. بالتركي تشرخ هو يعني الدائرة دوار. هذا تشرخ فلك يسموه، العجلة الدوار الكبيرة اللي مدن الألعاب اللي يقعدون عليها الأطفال، وهذه تشرخ فلك. تشارخ يطوف، تشارخ يتسلق. أيوه، مثلا نقول شرخ للإلانة، تسلق الشجر. أوكي. كاشط، كاشط يبرئ يعني يبرئ شيء، يبرئه. كاشط، كاف شين طاء، كاشط شاطة يبرئ. كاتو، كاف تاء باء ملينة يكتب، كاتو. شوف الكاشط، عفوا ارجع لها، كاشط يبرئ، ومكشط يبرئ. اوكي. كاتر، كاف تاء راء، كاتر يعقد الشيء عقدة يسويها. فكترة هو العقدة، كترة. كيف نحل هذه العقدة؟ داخي شارخ آها كترة. أوكي. كاتش، أرامية، كاتش يعني يصارع. كوتاشا صراع، كاتش يصارع. لاوخ، لام باء ملينة وكاف ملينة، لاوخ يلتهب. ملوخ يلهب. لاوش، لام باء ملينة شين، هي لابش أصلا، لاوش يلبس. لا، الشين صارت السين بالعربي، لاوش يلبس. لاقم يلجم، بالعربي أيضا نفس الشيء، لاقم يا رامية. لاقم يلجم الحيوان لما نلجمه. لاهق، لام هي ها قاف يشتاق. لاهت، لا ها تاء أرامية مثل العربي يلهث، تشبه الأرامية العربي يلهث. لاخم، لام خاء ميم يلائم، لاخم يلائم يطابق. لاخش، لام خاء شين يتآمر. في مزمور يقول كنش وتلخش علي، هو على اساس المزمور هذا مزمور نبوئي يرمز الى آلام المسيح. كنش وتلخش علي يعني تجمعوا وتآمروا علي، هي بالنسبه لليهود يعني راح يعملوها. هاي طبعا مزمور داود كتب قبل المسيح فادي، فعندها في مزامير داود في قسم منها هي نبويه ترمز الى آلام المسيح وقيامه المسيح، كثير من الامور هذه. لاخش يتآمر. لاطخ، لام طاء خاء يلطخ، مثل العربي هي أرامية أصلا.
لاطم هذه عربية نقراها كاتب أنا يعني أجنبية. لاطم يلطم، لاطم أخذناها من العربي أكيد. لاطئ، لاطئ يلطع، لاطع شوف أيضا مثل العربي بس هي أصلية آرامية يلطع. لاطش، لاطش لام طاء شين آرامية الأصل يلوث يعني يدنس يلوث. لاكخ، لاكخ أبونا احنا نقول عن واحد ملطوش يعني ملوث. أيوة أيوة هي هاي. أيوة هي هي هذه شوف لاطش هي آرامية. أو كمان يقول لطشوا يعني سرقوا. لطشها سرقة. يبقى حاشي آخر هي مفهوم آخر. أوكي. ولاكخ لام كاف خاء. شوفوا الكاف نحن ما نلفظها هيك قاسية، كثير ما نلفظها شوية لاي ك بدل ك. مرات أيضا تجي معنى ك أكثر قريبة على العربي اللفظ العربي. لاكخ، لاكخ يلحس، يلحس لحس. لاأز هي آرامية، لاأز يلغز، لغز يلغز لاأز. عما لا عوزة بالكتاب المقدس يصف المصريين عما لا عوزة يعني شعب لغاز. عما لا عوزة أوكي، عما شعب لا عوزة من لاعز يعني لغاز. لائس، لائس أبونا بأي معنى يلغزوا؟ هذا الكلام اللي بالطورة بأي معنى هو؟ يعني بالألغاز يتكلم. يلغزوا. هي الثورة بتقول عن المصريين انه شعب لغاز. يعني خرج انفق إسرائيل من عما لا عوزة، خرج إسرائيل من بين شعب لاغز للمصريين لما خرجوا. حلوة، عمري ما سمعت هاي الكلمة. عما لا عوزة، أيوة لاغز بالبشطة هيك مكتوب معه. نحن نستعملها هذه بالمزامير هي أيوة. أوكي. لاعس، لاعس لام عين سين يعلك أو يمضخ، يمكن أيضا مو تمام. يمضخ مو هو مو مرادف ليعلك. صحيحة صحيحة. يعلك يعني مفهومة. لاقط بالضبط مثل العربي يلقط، يلقط يلقط، لقط يلقط شيئا. مازغ ميم زين زاء غين، غين يمزج. شوف الغاء صارت جيم بالعربي. مزج مازخ يمزج. ماكخ، ماكخ ميم كاف وكاف ملينة يتواضع، فمتواضع مكيخة أو ماكيخة متواضع. مالك ميم لام كاف يملك، العربي هذه مالك يملك مو بمعنى يملك شيئا، إنما يملك يصير ملك يعني. فهاي ما أعرف شلون نميز بيناتها. يملك شيئا هو قانع يعني يحصل على شيء أو يقتني. يملك. على كل مالك يملك. مارج أبونا يرأس ربما أيضا يرأس تجي على الملك. أيوة 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 ما واضحة واضحة. أيوة يرأس. مارج هذه كان كتبتها ولكن اليوم فكرت بها قبل شوية ما صار المجال أرجع عملها. يهرس بالضبط بالعربي مو يدوس، يهرس. مارج يهرس، يهرس شيء يهرسه. أيوة مارج. شوف هاي في الكاف عليها الشرطة المتموجة يعني يصير شيء. مارج يهرس. مارئ، مارئ
يمرض، مارع يمرض. مرأة هو مرض. أوكي. مارق، مارق ممكن واحد عربي يقول يمكن يعني يمرق، لا، مارق معناه يغسل ينظف. مارق. ماشخ، ماشخ يدهن، من هذه جت مشيخة. شوف اسم المفعول بتاع ماشخ هو مشيخة، شوف هون تحت عمود اسم المفعول هذا اللي أنا أشر عليه، مشيخة بالضبط. المسيح تكتب هيك مشيخة، يعني الممسوح المدهون. وشو كان المدهون نسبة إلى الكتاب المقدس؟ أنه الإنسان الذي كان الله يريد يصطفيه يختاره من الأنبياء أيضا، كان يقول أو يعمل ملك أو يختار من بين الشعب، فيقول لأحد الأنبياء في وقتها خذ لك قرن من الزيت أو الدهن واذهب وادهن، يعني واسكبه فوق رأس فلان، لأن فلان أنا قد اخترته لفلان مهمة، سواء كملك أو كنبي. تتذكر هاي بالكتاب المقدس موجودة. ايه اعرفها، نعم. ايه فهي هاي عملية المسح أو الدهن. مشخة، مشخة هو دهن. الزيت نحن ما نقول زيت، الزيت هو فقط زيت الزيتون، فنسميه مشخة زيتة، يعني دهن الزيتون. فمشخة هو زيت يعني الدهن، مشخة. ما أعرف إذا نسميه أكثر بالعربي الزيت، لأنه يمكن دهن هو للسمنة، مو؟ أيوة لا، أيوة السمنة، الطرافة، يعني طرف السمن الحيواني، ما أعرف، ولكن هو مشخة نستعملها لهاي كل نحن. فعندما نريد نميز عن الدهن عن الدهن الحيواني النباتي نقول مشخة زيتة، يعني دهن الزيت، زيتون. اوكي، فاذا مشخه ماشخ هي مشيخه من هون ماخوذه، ما لها علاقه بمحمد او غير محمد. اسمع كثير يمكن يعملوها هيك، ما لها اي علاقه بمحمد. استاذنا كان يقول مشيخه والشيخ هي نفس الكلمه. ما اعرف هاي هو عنده غير شو نسميه مجرى للوصول الى هذا الشيء. فنحن الشيخ شيء اخر، الشيخ هو قشيشه، قشيشه هو الشيخ. الشيخ هو الانسان الطاعن في العمر. ايوه هذه ما لها علاقه بالمسح وبالاختيار بالمختاريه وبالاصطفاء، يصطفي. أما مش ماشخ لها علاقة شوية بالاصطفاء، عملية اصطفاء، عملية الاختيار. أبونا كشيشة الله. كشيشة تعني اختيار؟ أيوة. قشش يعني صار ختيار. يعني إذا تقول واحد قشيش يعني أيوة. واحد ختيار. أيوة، قسيس يعني ختيار. لهذا بولس الرسول يقول الاختيارية عندكم ولا يعني قشيشة. لما واحد يتشيف يعقوب الرسول يقول فليدعوا القشيشة، يدعوا الاختيارية فيصلوا عليه ويدهنوه. يعني الكبار في السن، كبار في السن اختيارية. اختيارية. مشيخ. أما مشيخة ما له علاقة، مشيخة هو الممسوح، والممسوح يعني الممسوح بالدهن. ولكن شنو الممسوح بالدهن؟ شو إلها امتداد؟ ولا إلها امتداد في الكتاب المقدس، عندها معنى آخر روحي. هذا معناها الأصلي هو يمسح، يدهن، يدهن السيارة. أيضا السيارة ما راح تصير نبي لما يدهنها. لكن شو هو علاقة الممسوح بالاصطفاء اختيار؟ هي أنه استعمل هذه العملية، استعملت في العهد القديم من قبل الوحي الإلهي اللي نحن نؤمن به، ولو أنت ما تؤمن به أكيد، وأنه هذه العملية، هذه الممارسة الله استعملها لاختيار الأشخاص الذين كان يريد أن يكلفهم بمهمة خاصة روحية بالشعب. أوكي، هذا بالضبط كله بصورة مختصرة. أوكي، فإذا ماشخ، مشاخة، مشيخة، ممسوح، ممشخ يمسح. أوكي، أو يدهن. ماتخ، يمكن هذه أستاذنا كثير كان يستعملها الكلمة بمعاني مختلفة. ماتخ، متاخة، متيخة، يعني يمد أو يبسط.
ماتخ. تجي منها نحن نستعملها متخة، يعني فترة زمنية، مدة زمنية، متخة فترة. ماتخ يمد يبسط. ناوخ نون باء ملينة خاء، يعني ينبح. شوف نابح ناوخ ينبح، نبح نبخ نبح بح. ناوع نون باء ملينة عين، نابع يعني ينبع. مثلا عربي هي، لكن ما مأخوذة من العربي لأنه الآرامي نفس الشيء بالقديم نحن أيضا نستعملها. ناجز آرامية أيضا. ينغس يهمس، ناجز نجازة، ينغس يهمس. ناجر نون جي راء جيم راء، ينجر يعني نجارة أو يخرط، خراطة الخشب ونجارة الخشب، ينجر يخرط. نادر وهي من العربي نادر شيء نادر، إنما نادر يعني ينذر يهدي، ينذر لله يهدي لله، يخصص شيء لهذه. يكرس أيضا، خليها أكثر، يكرس نادر. أبونا يكرس، احنا بنكتبها بالسين. سين، صح بالسين، عفوا. نعم صح. كرس شيئا، صح. أيوة. شكرا. ناهم يزأر. هناك في مزمور أيضا يقول أعدائي مثل الأسود يزأرون ويخطفون. أخ أريد ناهم وخاطب، مثل الأسد الذي يزأر ويخطف. ناهم يزأر، خاطب يخطف. ناول مو نول، هو بالعربي نول هي آلة الغزل، ما أعرف إيش. ناول هي آرامية، يعني يضعف يسقم، سقيم، يصير سقيم ضعيف. ناول. نويلة سقيم، نويلوثة سقم. ناور نون واو راء. أبونا الناول احنا بنقول المنول. هذا الشيء آخر اللي يغزلوا فيه. نول أيضا يقال بالعربي الفصيح، اللي يغزلوا فيه منول. نعم. هو دور المنول هو انك ترفع الشعر. بالضبط، صحيح. فإذا يضعفوا ويسقموا، أي السقيم. شوف الأمور لها اتصال. نعم. ناول. أيوة. هنا ناور نون واو راء، ينفر يهيج، ينفر. ناور نور، يعني لمن الحصان يهيج يفضمر ينفر، أي ناور نور. أنا مثلا يجي واحد من وراي يعمل هيك علي، فأنا أجفل أنفر. أيوة ناور أنور. يجفل بالعراق نقول، يجفل. أوكي، يجفل الحصان يعني يهيج. أوكي. نادر ينظر يكرس. ناظر بالزين بالزاء يعني ينظر أو يزهد. أبونا هناك نقاش عن الناصري، ويسمى الناصري، هل هي نسبة إلى الناصرة أم إلى أيوة النزر. لأنه أيوة، وسيسمون الناصريون أو مثل هيك. فهو يقول لأنه مثل يوحنا المعمدان كان منظور. أيوة. هي غير شلال. أنا أظن أميل إلى أنه ناصري، يعني نسبة إلى الناصرة، لأنه حتى في وقت اليهود شو يسمون العملية اللي كانوا يعيشون مع وقت المسيح، بنفس الفترة، شو يسموهم الناس اللي يعيشون في نفس الفترة، كانوا معاصرين. المعاصرين، كانوا يسموه
ناصري، هذا الناصري مو هذا ابن النجار، هذا الناصري. فمن هنا جدي نسبة إلى الناصرة. أمن الناصرة يخرج شيئا جيدا، تتذكر لما قال؟ أيوة. هي منها جاية هاي الكلمة. فهم شو يجاوبوا؟ يقولوا لا يخرج العاقل من الناصرة لكن يبقى فيها. هذه ما هاي حلوة، هاي خوش فتوى هاي. كانوا يعيبوا لأهل الناصرة إنه لا يخرج عاقل من الناصرة. كله ما يخرج، احنا خليه عندنا. طبيها احنا خليه عندنا. عملوا هاي الطلعة، هيك طلعوا أهل الناصرة يبررون حلو 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 حلو. ناخل نون خاء لام ينخل بالعربي. إذا النخل ينخل القمحة، ينخل ما أعرف إيش الأمور بالمنخل. ناخت هي أرامية، هي مرادفة لصالة بالمعاصر. ناخت ينزل، ينحدر، ينزل. ناخت نستعملها أيضا مع صالة، صلاية، ينزل. ناطب يخطر، ينقط. يعني نقول أنه هذا شو نسميه، هذه الجرة تنقط، ينقط منها الماء، ينقط. ناطبياتي هي النطف أو النقط أو القطرات. ناطب يقطر، ينقط. ناطر نون. أنا أبونا جت بالقرآن كلمة نطفة. هي من هذه نطفة، هي نطفة. ناطبتا بالآشوري، نطبتا. شوف بالضبط، نطفتا. ناطر نون طائرة يحفظ. ولو أيضا باللبنانيين يستعملوها ناطور، ناطر، ينطر. نطرتك بالشتي، نطرتك بالصيف، نطرتك بالشتي. أغنية فيروز. الناطور عندنا احنا يقول انت عايز عنب ولا عايز تقتل الناطور؟ يعني الحارس، يعني حارس. ايوه الناطور. ناطر عندنا يحفظ. ناطورة حافظ او حارس، نفس الشيء. يحفظ، يحرس، نفسه يحرس، يحفظ، نفس الشيء. وعندنا كلمة هو المنطار. المنطار هو بناية عالية في وسط الحقل، بتطلع فوق مشان تشوف اللي حواليه. ايوه حلو. لانه مكان الحارس. صحيح، يعني منطار. صحيح. ايوه هو المصدر الميمي مثل ما يقولون عندك، مش هيك؟ صح. منطار. ايوه. تفضل يلا. بالضبط. ناطر. ناتشل نون كاف تحت المادة هذه المتموجة، لام. ناتشل شيء صارت، ناتشل يقلع. طبعا بما أنه موجود فيها شيء، يعني إبسو فاكتو بذات الفعل واحد يعرف أنه هي غريبة، مو أصل أشورية أصلية، لأن شيء ما في الأشوري الأصل، ولا في شيء ولا في جي. ناتشل يقلع. هل أبونا جاء من هنا نشل؟ ممكن، لأنه يقلع، ينشل. أيوة. ينشل ما أعرف، ينشل يقول النشال. أيوة. النشال هو السارق. ممكن أستاذ سامي، ممكن. وبعدين إحنا بنقول شيل يعني احمل، اقلع يعني حط على ظهرك، الشيال. جائز. هي قريبة هاي المفاهيم، الكلمات. طيب. بعضها أيوة قريبة. ناتشل يقلع، بس نحن نستعملها اليوم ناتشل يقلع. وعاقر نستعمل ناتشل وعاقر بمرادفين، هم عاقر يعقر أو يقلع، نفس الشيء. وناتشل اثنيناتهم. وعندنا بعدين الفعل الآخر ناخب نون كاف ملينة بي. ناخب يستحي، نخيبة مستحي. ناكر
نون كاف راء ناكر ينكر يرفض، مثل العربية أرامية الأصل، ينكر يرفض. ناسو نون سين باء ملينة، ناسو بالأرامي أيضا يأخذ يحوز، حاز على شيء أخذ شيئا. ناسخ نون سين كاف ملينة، ناسخ ينسخ أو يسبك، ينسخ شيئا أو يسبك. لذلك الأصنام أيضا من بين الأسماء للأصنام بالآرامية وبالعهد القديم كثير نسيخة. نسيخة يعني المسبوك، لأن قسم من الأصنام كان يسبكوها سبك، مثل ما عملوا اليهود في سيناء عندما صعد موسى إلى الجبل ولم يرجع، فسبكوا من ذهب، سووا مسبوك نسيخة، هذا الثور، وقاموا يعبدوه. ناسر نون سين راء ينشر الخشب، مو ينشر شيء، ينشر بالمنشار. خلي اكتبها هيك حتى لا تلتبس على بالمنشار، ينشر بالمنشار. اوكي. نابخ ينفخ، نابخ نون بي خاء نابخ ينفخ. نابل نون بي لام نابل يسقط أو يقع. نابل. ناقص نون بي صاد ناقص ينفض الغبار. من قال المسيح عندما تذهبون إلى سلموا والتي المدينة التي لا تقبلكم، عندما تخرجون عنها فانفضوا الغبار الذي عن أرجلكم، على أرجلكم انفضوا. نبوس أبرة من أقلوخ، يعني انفضوا الغبار من أرجلكم. ناقص ينفض. نابق يا رامية، نابق يخرج. عندنا كلمة أخرى نحن أكثر نستعملها، بالط، نفس الشيء يخرج. نابق يخرج، نفق أو نفق بالسرياني الغربي. نافق، هم هنا دائما يطولوها الأخير وغير شكل الفوق. نافق نابق يخرج. ناصو بالباء الملينة، نون صاد باء الملينة، يغرس ناصب. العربي إذا ينصب مو بس ينصب، ما تستعمل للغروسات مغروسات، إنما نحن ناصو يغرس المغروسات. ناسخ نون صاد خاء ناسخ ينتصر أو ينجح يتوفق ينتصر. ناسخ. ناصل نون صاد لام أرامية يقطر أيضا، يتقطر. ناقد نون قاف دال، ناقد ما لها علاقة بنقد العربي ينقد، إنما ينحف. ناقد نقيدة يعني نحيف، ناقد ينحف، نحيف البنية. أيوة. أبونا، هل الناقد هاي لها علاقة مع النقد الفلوس؟ لا. بالأقل أو بلغتنا لا. هو أستاذنا كان يقول إنه النقد هو تصفية المعدن، ولهيك النقد هو المعدن المصفى. وعندما تقول النقد في الأدب العربي يعني تصفي الكلام. فنحن نستعمل ناقد، يمكن جاية من هذه أنه تنحفه، تجعله منحوف، يعني تأخذ كل الشوائب، يعني تخليه أيوة لهيك رشيق، تخليه رشيق نحيف. أيوة، هو جاب من هون كلمة النقد لكريتيك. أظن هو النقد هو يقول هيك النقد. نعم. ومن هون جاء عمل إلى يومنا هذا بهالمعنى، لكن ناقد ينحف. نقول فلان أوش قد هو نقيد، هو نحيف.
في عندنا فنان سويسري، شو اسمه هذا تماثيل نحيفة نحيفة، يظل يترك فيها حتى تصير كأنها يعني مثل كشة كالخيط. أيوة هذا الشهير بهيك، إنه فقط تبقى صامدة. أيوة. هذا فنان كبير سويسري، فنان سويسري يعني كل منحوتاته نحيفة هيك ينقدها كثير، ينقدها. يظل ينحف فيها حتى تصير مثل الخط. ايوه صراط. ايوه تفضل كمل. اوكي. ناقم نون قاف ميم ينتقم، هي آرامية. ناقم ينتقم أو ناقم عليه، يعني ينقم يمكن ينقم، مو ينتقم، ينقم. يعني الإنسان لما نقول ناقم على آخر يعني شو؟ ينقم مو ينتقم، ينقم يعني غضبان عليه، ناقم عليه، ينقم. أيوة، يا ناقم ينقم. ينتقم غير شيء، اكو ايضا كلمة اخرى ايضا بالآرامي. ناقب نون قاف بي يلحق به. يلحق يلحق به، الملحق نقيبة ملحق. ناقر نون قاف راء ينقر، مثل بالعربي ينقر الخشب، ينقر الحجر، ينقر الشيء. ناقش مو ينقش بالعربي، إنما يدق. ناقش يدق. جائز أيضا نقش هو لأنه دق على شيء، دق عليه. ناقش يدق. من هذه جاي ناقوشة، الناقوس. ناقش ناقوشة يعني الذي ينقص، يدق، هذا ناقوشة. إيه، المدقوق. المدق، النادائق. اوكي. ناشط نون شين طاء، ما لها علاقة بالناشط ينشط العربي، إنما معنى آخر كلي اسمه بعيد عنه كليا، وهو يسلخ. ناشط يسلخ الجلد. وهذه الكلمة قديمة جدا، من وقت الإمبراطورية الآشورية. كان يقال أن الآشوريين كانوا مشهورين بهالعملية، أنه عندما كان يذهبون إلى حرب يحاربون إحدى أعدائهم، اللي خاصة الذين كان يوجعوهم، يعني دائما يتمردون ويعملوا هذه، لما يروحون ينتصرون عليهم يجيبون الكبار الشعب تاعهم، الملك وغيره، الرؤساء يسلخون جلودهم. شوف إلى أي درجة كان يسلخون. هاي ناشط. إلى هسه نستعملها نحن لما نغضب من واحد، نقول شوف إذا ما تسكت ترى أسلخ جلدك، نشطن جلدخ. أيوة لسه احنا بنستعملها. تستعملوها. أيوة. هاي الممارسة كان الآشوريين وموجودة، نفس الكلمة موجودة باقي إلى يومنا هذا. ناشط يسلخ الجلد. نشطن جلدخ يعني أسلخ جلدك. أوكي. ناشم نون شين ميم، ناشم يتنفس أو يتنسم، ينسم. من هون جاي نشمة، يعني النفس بالعربي. نشمة بالآرامي بالآشوري نشمة يعني نفس. مو نفس إنما نفس. النفس هو نفشة. نشمة هي النفس. فالفرق بين النفس والنفس. يتنفس يعني ناشم يتنفس. أبونا هلا صارت ساعة حلوة. أيوة، فخليك حافظ على التنفس هاي. وبعدين أنا سوف أشكر جميع المشاهدين،
وأرجوهم يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ويكتبوا ملاحظاتهم تهمنا. فهم علي؟ فإحنا قاعدين نقعد نقرأ الأفعال مشان نشوف علاقة حتى الأفعال الأشورية الأرامية مع الأفعال العربية، القرابة بينهم أو بعدهم. فهم علي؟ فأبونا أنا أوقف التسجيل هنا